السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عبد الرحمن، بروح لامر يمكن هذا الامر تكلمنا عنه يعني زمان قبل شهرين اعتقد، وهنا في البرنامج تكلمنا عنه، واعتقد ان ذيك الايام حتى غردت انت فيه وتكلمت فيما يخص انتقال ملكيه نادي الهلال للوليد بن طلال، وصارت رده فعل. مسي عليه بالخير الامير الوليد بن طلال، وقتها رد في حسابه على احد الحسابات اللي تتابع الاخبار الهلاليه بشكل مباشر في استفهام وتعجب، وكان وقتها في تكذيب. بعدين طلعت بلومبرج وتحدثت عن هذا الصحيفه الشهيره وتحدثت عن هذا الامر، والان خلاص بدات الامور تتضح بشكل كبير. وصلنا الى مرحله ان انا تجيني اتصالات يقول قاعد يسوي الاعلان وقاعد يشتغلون عليها، وهذه تغريده سابقا اللي تكلم عنها، اللي تكلمت عنها في البرنامج وكتبتها وقتها في الحساب، انه انتقال الملكيه. وش الجديد فيما يخص انتقال الملكيه، بما ان احنا اليوم ناكد الخبر اللي قبل شهرين؟ اكثر من شهرين. سباق يا عبد الرحمن. اي ما قصرت ابو محمد. بالعكس، هذا ديدا برنامجنا ونجاح لنا كلنا في دورينا غير، وسعيد ان اليوم اكون يعني احد افراد هالبرنامج هذا. طبعا ما هو غير يوم تهانينا للامير الوليد بن طلال، شخصيه عظيمه تستحق صراحه انها تمتلك اعظم نادي في قاره اسيا واحد اعظم الانديه العالميه. اليوم الهلال يعني يمكن ما يوصف بكبير اسيا فقط، اليوم نادي الهلال هو نادي عالمي قولا وفعلا. الامير الوليد بن طلال اطلق وعد يمكن ايام رئاسه سامي الجابري للهلال، وذكر انه سندعم الهلال حتى يكون من ضمن مصاف الانديه العالميه. لم يقلها كعباره انشائيه، قول وفعل ابو خالد. دعم في 6 سنوات ابان اداره او 7 سنوات تقريبا اداره فهد بن نافل 1.5 مليار. لا يوجد دعم من اي شخصيه وليس ككيان انه يدعم مبلغ زي هذا في مده زمنيه قصيره. وشاهدنا المنجزات اللي حصلت في 2 دوري ابطال اسيا، يمكن 4 مشاركات في كاس العالم، واحده منها نهائي كاس العالم وصافه العالم ايضا بعد النسخه الجديده لكاس العالم اللي يوصل الهلال للدور 8 ويقصي مانشستر سيتي. طبعا اكيد اليوم هو نجاح تكاملي مع الدعم الكبير اللي يحظى به نادي الهلال وكافه انديه الوطن من برنامج استقطاب الذي ياتي بدعم كبير ايضا من القياده الرشيده في هذا الجانب. الهلال رسميا سيعلن ملكيته بشكل كامل 100% كما اعلنا للامير الوليد بن طلال، اعتقد نهايه السنه اللي خلال يمكن ال10 ايام واسبوعين هذه باذن الله. يمكن تمت الاجراءات يمكن في السجل التجاري والامور هذه يمكن قبل شهر وشهر ونص في عمليه الاجراء. تقييم الوصول تم على مدار 8 أشهر ماضيه. تم حسب ما انا اعرف انه الامور خلاص جاهزه للاعلان كفيديو كخبر كاعلان رسمي، والان يتم ترتيبه الان ويعلن حتى المركز الاعلامي في نادي الهلال يعمل على هذا الامر حسب ما اعرف كترتيبات وامور كمواد اعلاميه يعني تليق بهذا الحدث التاريخي. والهلال كما يعني كما هو رائد في كل شيء، حتى في الخصخصه تم البدء بنادي الهلال لانه هو اكثر نادي وكيان جاهز لهذا الامر. هو انتقال الامير الوليد انتقال لشركه وليس لفرد. لا كشركه نعم للمملكه، شركه المملكه القابضه. نعم اللي هو الان الوليد بن طلال هو يعني زي مثلا نقول اليوم القادسيه مع ارامكو، نعم نيوم مع نيوم، الدرعيه مع شركه الدرعيه. نعم طبعا الخطاب ممكن يتغير بكره اسم الهلال يكون نادي المملكه. ما اعتقد. صدمتك شوي في السؤال. لا بس حسيتك يعني لا توجست انت. لا يسوي بزنس يعني، هو في النهايه بزنس، لكن ما اعتقد. خلينا اليوم ناخذ هذا المثال، هذا الخصخصه يعني اليوم يعني استشهادا بما يحدث في اوروبا، صح ولا لا؟ لكن كل الانديه اللي تمتلك نادي هذا اليوم براند عبد الرحمن. لا هو اكيد ما يقدر، هو البراند اكويتي هذا اصل، فما يقدر هو الاصل هذا فيه مليارات، فما يقدر. شفت الاسم والشعار هذا واحده من الاصول اكيد يعني ما اليوم ما تقدر انه تعدل، ومن الضرر اساسا انك تسوي قرار مثل بس هذا. بس يستطيع هو لان شركه مو مدرجه، ما هي اي بي او، فيستطيع انه اليوم يغير الاسم يغير الشعار، لكن حقه ترى. نعم من حقه، لكن ما اعتقد انه اليوم هذا الامر يتم. سيخسر اصل مو بسيط اللي هو شعار الهلال. أكيد. يمكن رعايات كثير كلها بس تبي ترتبط بهالشعار هذا، يعني شعار نادي الهلال. فتهانينا خطوه يعني جميل. ايضا نبارك لسمو ولي العهد اليوم انه اول لبنات الخصخصه الرياضيه اللي اعلنها سموه في عام 2016 انه ستبدا الخصخصه الانديه وخطه معينه. الخصخصه الرياضيه بدات في هذه الفتره
يعني هو الرؤية اللي كملت كثير من الأهدافها قبل موعدها 2030 ما شاء الله تبارك الله. فبإذن الله أنه يلحق الركب بقية الأندية اللي هو الاتحاد. حسب ما نعرف اليوم أيضا في تحالفات لهذا الأمر. بتبقى يمكن بس ناديين من أندية الصندوق اللي هي الأهلي والنصر، حتى يعني تبان أمور كثير حتى الآن يمكن ما هي جاهزة 100% أو عدم وجود ملاك بشكل رسمي حتى الآن. يعني تتكلم عن بسام حسب كلام عبد الرحمن عمل حوالي السنة، ترى من سنة والوليد يتخاطب مع صندوق الاستثمارات العامة عن مدى إمكانية شراء حصص صندوق الاستثمارات العامة للمملكة القابضة. تخيل سنة كاملة، وهذا الطبيعي ترى في الاستحواذ على الشركات، ترى أحيانا يقعد سنة وسنة ونص وسنتين، وشركة استشارية ويعني حسبة الأصول وغيرها من الأمور يبي لها قصة